اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله العظيم. النهاردة عاملين مع بعض البانيه بالكفر المقرمشي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، عملناه بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. عملناه مع بعض من الألف للياء، وعلشان مفيش أي خطوة تفوتكم كنت بجاري الفيديو وانتوا معايا. وكنت عاملة معاه كمان شوية مكرونة سباكيتي بالصلصة. أنا أولادي بيحبوا البانيه مع المكرونة. عايزة تعرفي طريقة البانيه الجميلة دي؟ يلا بسرعة حطي لايك وتعالي شوفي احنا عملناها مع بعض ازاي. طبعا زي ما احنا متفقين من بدري ان انا اولادي مش بيحبوا صدور الفراخ قوي يعني، فانا بحاول ان انا اغير وانوع لهم فيها علشان ياكلوها ويحبوها. فكان عندي صدر فرخه قطعته شرايح وحطيته في الفريزر لغايه اما جيت اعمل معاكم احلى بانيه ان شاء الله. هو عجبهم خالص، وديني برضو اكلتهم صدور الفراخ. يلا بقى نعمل تتبيله احلى بانيه. جبت طبق كبير وحطيت فيه فلفل اسود وكمون وكزبره وسبع بهارات، توابل فراخ، توم بودر، بصل بودر، قرن فلفل حار، ورحت نازله بقى بالملح بتاع التتبيله الجميله دي. وجبت طماطميتين كبار عصرتهم من غير ميه، وجبت نص كوبايه ميه ساقعه من التلاجة ونزلت على التوابل دي كلها، وهبدأ أقلب التوابل دي كلها مع بعض كويس جدا. طبعا كان المفروض ان انا احط معلقتين عسل اسود بيديها طعم جميل جدا، لكن انا نسيت. لكن ملحوقه برضو حطيته عليها، هتشوفوا امتى. خلاص كده بدأت ان انا انزل بالبانيه على التتبيله اللي احنا عملناها دي، وكل ما هننزل بشويه من البانيه هبدأ اقلب البانيه في التتبيله لغايه اما احط البانيه كله واخليه يتقلب ويتشبع بالتتبيله بتاعتنا. خلاص كده هنحط التتبيله والبانيه على جنب بعد ما قلبناه كويس، وهنبدأ نجيب بقى طبق غويط كده ونحط فيه كوباية ونص من الدقيق. بصي بقى يا ست الكل، ايه التوابل اللي انت حابه تحطيها حطيها. انا جبت مع نص معلقه من الفلفل الاسود والكمون والكزبره وتوابل الفراخ والثوم بودر والبصل بودر والملح وكل المكونات دي، وقلبتها كويس جدا في الدقيق. خلاص كده هاخد بقى البانيه بالتتبيله الجميله ديت وهحطها في الفريزر. وبعد ما خلصت اللي ورايا خلاص وعايزه احمر البانيه، رحت مطلعاه من الفريزر ورحت نازله بقى. افتكرت ان انا ما حطيتش عليه معلقه من عسل الاسود، نزلت عليه بمعلقه كبيره من العسل الاسود كده، وبدات ان انا اقلبها في البانيه كويس جدا طبعا علشان تتشرب مع الخليط ومع البانيه. هحط البانيه على جنب وهروح اجيب الدقيق اللي احنا عملناه علشان نعمل بيه الكفر بتاع البانيه الجميل. خدنا البانيه واحدة واحدة كده، بصوا ما شاء الله متشبعة التتبيلة ازاي، وهنبدأ نغطي عليها بالدقيق اللي احنا عملناه بالتوابل علشان نعمل بيه احلى كفر بانيه مقرمش. انا متأكدة ان انتي لو عملتيه لاولادك بنفس الطريقة دي هتعجبهم ان شاء الله، وهيقولولك يا ماما احنا عايزين البانيه بالطريقة الجميلة اللذيذة دي. بس كده هاخد واحدة واحدة من البانيه واحطها في الدقيق زي ما انتوا شايفين، وبالمعلقة واغطيها بالدقيق بالتوابل علشان تتشبع بالتوابل والدقيق وتدينا الكفر الجميل. وبعد ما احس ان خلاص الطبق اتملى من فوق بالبانيه، مش هينفع ان انا احط قطعة تاني، هرجع لاول قطعة من البانيه وهروح عاملاها في الدقيق تاني زي ما انتوا شايفين كده علشان تديكي الكفر اللي انت حباه. لو انت عايزه كفر اعلى هتجيبي طبق فيه ميه ساقعه من التلاجة وتطلعي البانيه كده من الدقيق وتحطيه في الطبق كده، تسقطيه في الطبق وتطلعيه من الطبق تحطيه في الدقيق وتاخديه بقى تحطيه في الطاسه، هيديكي كفر اعلى من اللي احنا عملناه. لكن ده كان جميل خالص. انا كنت حاطه صلصه على النار، كنت بعمل المكرونه زي ما احنا قلنا، فكانت ما شاء الله الصلصه خلاص اتسبكت. هاخدها بقى على جنب علشان اعمل البانيه معاكم ويبقى البانيه اللي قدام الكاميرا بس. خلاص كده الطاسه كانت مقدوحه على النار، خليت بقى النار متوسطه ونزلت بالبانيه زي ما انتوا شايفين واحده واحده. مهم ان تكون النار مش عاليه قوي علشان البانيه يلحق يتنفخ الكفر بتاعه. لو انت خليتي النار عاليه قوي البانيه مش هيلحق الكفر يعلى.
فخلي النار متوسطة، وبعد شوية قبل ما تخرجي البانيه علي النار علشان البانيه ما يشربش زيت. فهمتيني؟ يعني اول ما تحطي البانيه يكون الزيت مقدوح، وبعد كده تخلي النار متوسطة. بعد ما تخلي النار متوسطة علشان الكفر يعلى، وانت خلاص قربتي تطلعي البانيه، علي النار عليه علشان ما يشربش من الزيت. وخلي بالك بقى، ابدأي ان انت تقلبي لغايه ما يديكي اللون اللي انت حباه. هو البانيه مش بياخد وقت على النار، وبيكون اداكي اللون الذهبي الجميل. مش عارفه ليه البانيه باين في الطاسه هنا غامق، مع انه ما شاء الله لما انا خرجته في الطبق كان مدي لون ذهبي وجميل خالص. هي الاضاءه، معلش سامحوني بقى. وهبدأ ان انا اقلب البانيه كده لغايه ما يديني اللون اللي انا حباه، وهجيب طبق وهبدأ ان انا اطلع. بصوا ما شاء الله الكفر منفوخ ازاي وباين في البانيه، علشان احنا ادينا لكل خطوه حقها. ما شاء الله عليه، طالع جميل جدا وطعمه كان جميل، والتتبيله كانت متشبعه بالبانيه، والبانيه قصدي اسفه، كان متشبع بالتتبيله وكان جميل جدا. اتمنى ان انتي تعمليه بطريقتي وتقولي لي رايك في كومنت جميل زيك. خلاص كده طلعنا اول طاسه، كانت اخر اتنين ما تحمروش وما ادونيش اللون اللي انا حباه، فحطيتهم على جنب وبديت ان انا انزل ببقيه البانيه. طبعا ما شاء الله كلكم شطار وعارفين البانيه بيتحمر ازاي، مش محتاج. احنا عملنا طاسه والتانيه برضو خلاص بنفس الطريقه، وادانا ما شاء الله اللون الذهبي الجميل. بصوا ما شاء الله الكفر الجميل المقرمش، والبانيه اللي ريحته كانت تجنن. ما شاء الله كان خطير. اتمنى ان انتوا تعملوه بطريقتي وتقولوا لي رايكم في كومنت جميل زيكم. واهم حاجه عندي ان اولادي اكلوا صدور الفراخ، كانت عجباهم لما عملتها لهم بانيه. وكنت عملت المكرونه بالصلصه، وما شاء الله خلصنا البانيه، وكانت اكله سهله وبسيطه ولذيذه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وانتظروني في الفيديو القادم. واللي نسي اللايك يحط اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.